السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثالث الثانوي علمي في مدرسة أورينت الافتراضية، نضع بين يديكم درسا جديدا من دروس مادة الرياضيات، ونأمل من الله عز وجل أن تستفيدوا مما سنقدمه لكم في هذا الدرس إن شاء الله. أعزائي الطلاب، قدمنا في الدروس السابقة دساتير الزوايا المركبة ودساتير ضعف ومضاعفات الزوايا، وكذلك بعض التمارين حول هذه الدساتير. وسنقدم في هذا الدرس إن شاء الله تطبيق لهذه الدساتير في حل المعادلات المثلثية. التمرين الأول في هذا الدرس: أوجد قيم س حيث س أكبر أو تساوي 0 درجة وأقل أو تساوي 360 درجة، وتحقق المعادلة المثلثية 3 جتا س ناقص 5 جا 2 س تساوي 0. المعادلة هي 3 جتا س ناقص 5 جا 2 س يساوي 0. نلاحظ أن جا 2 س هي عبارة عن جا ضعفي الزاوية وتساوي 2 جا س جتا س. 2 جا س جتا س ضرب ناقص 5 وتساوي ناقص 10 جا س جتا س، وبالتالي تصبح من الشكل 3 جتا س ناقص 10 جا س جتا س والكل يساوي 0. نلاحظ أنه في كلا المقدارين يوجد جتا س هو عامل مشترك، وبالتالي بإخراج جتا س عامل مشترك تصبح جتا س مضروبة في 3 المقدار الأول ناقص المقدار الثاني 10 جا س والكل يساوي 0. مضروبين يساوي 0، إما المضروب الأول يساوي 0 أو المضروب الثاني يساوي 0. إما جتا س يساوي 0، وبالتالي لحل هذه المعادلة المثلثية البسيطة متتالية الحلول هي س تساوي 90 درجة زائد 180 كاف. لنناقش هذه المتتالية ضمن الفترة المعطاة. كاف تساوي 0، بالتالي س تساوي 90 درجة ضمن الفترة. أيضا كاف تساوي 1، س تساوي 270 280 زائد 90 اللي هي 270 درجة أيضا ضمن الفترة المعطاة. أيضا 10 جا س يساوي 3، أي أن جا س تساوي 3 على 10، والزاوية اللي جاها 3 على 10 هي الزاوية 17.45 درجة، أي أن جا س يساوي جا 17.45 درجة. حل هذه المعادلة المثلثية: س تساوي 17.45 زائد 360 كاف المتتالية الأولى من الحلول. نناقش هذه المتتالية ضمن الفترة. كاف تساوي 0، بالتالي س تساوي 17.45 درجة ضمن الفترة، بينما إذا كانت كاف تساوي 1 أصبحت أكبر من 360، أي لا يوجد سوى س تساوي 17.45 ضمن هذه المتتالية. أيضا المتتالية الثانية لهذه المعادلة هي أن س تساوي 180 ناقص 17.45. 180 ناقص 17.45 تساوي 162.55 درجة زائد 360 كاف. المتتالية الثانية هي س تساوي 162.55 درجة زائد 360 كاف. كاف تساوي 0، وبالتالي س تساوي 162.55 درجة أيضا ضمن هذه الفترة المعطاة. وبالتالي مجموعة قيم س هي 17.5 درجة 90 درجة و162.6 درجة و270 درجة، أي أن لهذه المعادلة اللي هي 3 جتا س ناقص 5 جا 2 س يساوي 0 4 حلول كما هو موضح في الحل. تمرين آخر: أوجد قياسات س أو قيم س حيث س بين 0 درجة و 360 درجة، وتحقق المعادلة المثلثية ظا 2 س تساوي 3 ظا س. المعادلة هي ظا 2 س تساوي 3 ظا س. نلاحظ أن في الطرف الأول ظا ضعفي الزاوية، وإيجاد ظا 2 س بدلالة س تساوي 2 ظا س على 1 ناقص ظا مربع س. ظا 2 س تساوي 2 ظا س على 1 ناقص ظا مربع س، والكل يساوي ظا 3 س بضرب وسطين يساوي جداء الطرفين، وبالتالي 3 ظا س مضروبة ب1 ناقص ظا مربع س والكل يساوي 2 ظا س.
بفك الأقواس 3 ظ س بواحد 3 ظ س، 3 ظ س بناقص ظ مربع س يساوي ناقص 3 ظ مكعب س. 2 ظ س في الطرف الثاني تصبح ناقص 2 ظ س. بجمع الحدود المتشابهة أي 3 ظ س ناقص 2 ظ س تساوي ظ س ناقص 3 ظ مكعب س. نلاحظ أصبح لدينا ظ س ناقص 3 ظ مكعب س يساوي صفر، بإخراج ظ س عامل مشترك من كلا المقدارين، وبالتالي ظ س مضروبة بواحد ناقص 3 ظ مربع س والكل يساوي الصفر. مضروبين يساوي الصفر، وبالتالي إما الأول يساوي الصفر أو المضروب الثاني يساوي الصفر. الحل الأول ظ س يساوي الصفر. لحل هذه المعادلة المثلثية البسيطة فمتتالية الحلول هي س تساوي 180 كاف. لمناقشة هذه المتتالية ضمن هذه الفترة من الصفر ل 360، إذا كانت كاف تساوي صفر فإن س تساوي صفر وهي من ضمن هذه الفترة. أيضا كاف تساوي الواحد فس تساوي 180، أيضا س موجودة أو 180 ضمن هذه الفترة، أي أن س تساوي 180 حل ثاني لهذه المعادلة. أيضا كاف تساوي 2 وبالتالي 2 في 180 اللي هي 360، وبالتالي س تساوي 360 أيضا حل ضمن هذه الفترة، أي أن ظ س يساوي صفر. أصبح لدينا ثلاثة حلول، الصفر درجة وال180 درجة و360 درجة. المضروب الثاني اللي هو 1 ناقص ظ مربع 3 ظ مربع س، 1 ناقص 3 ظ مربع س يساوي صفر، بنقل واحد الطرف الثاني، وبالتالي 3 ظ مربع س يساوي الواحد، وبالتالي ظ مربع س يساوي 1 على 3، ظ مربع س يساوي 1 على 3. لهذه المعادلة حلان، إما ظ س يساوي زائد 1 على جذر 3، والواحد على جذر 3 هي عبارة عن ظ 30 درجة، بالتالي ظ س يساوي ظ 30. متتالية الحلول هي س تساوي 30 زائد 180 كاف. ظ س يساوي ظ 30 درجة، متتالية الحلول هي س تساوي 30 زائد 180 كاف. نناقش هذه المتتالية ضمن هذه الفترة من الصفر ل 360. إذا كانت كاف تساوي الصفر فإن س تساوي 30 درجة ضمن هذه الفترة. أيضا كاف تساوي الواحد، 180 زائد 30 وتساوي 210، أي أن س تساوي 210 درجة أيضا ضمن هذه الفترة، أي أن إذا كانت ظ س تساوي 1 على جذر 3 فإنه لدينا حلان، س تساوي 30 درجة وس تساوي 210 درجة. أيضا الحل الثاني للمعادلة ظ مربع س يساوي 1 على 3، أن ظ س يساوي ناقص 1 على جذر 3. ناقص 1 على جذر 3 هي ظ ناقص 30 درجة. ظ يساوي ظ، وبالتالي متتالية الحلول س تساوي ناقص 30 درجة زائد 180 كاف. أيضا نناقش مجموعة الحلول لهذه المتتالية. إذا كانت كاف تساوي صفر فس تساوي ناقص 30 ليس حل ضمن أو لا يوجد ضمن هذه الفترة، وبالتالي كاف تساوي الواحد، وبالتالي 180 ناقص 30 س تساوي 150 ضمن هذه الفترة، أي أن الحل الأول لظ س يساوي ناقص 1 على جذر 3 هو س يساوي 150 درجة. أيضا إذا كانت كاف تساوي 2 وبالتالي 2 في 180 360، 360 ناقص 30 وبالتالي تساوي 330 درجة، أي أن س تساوي 330 درجة أيضا ضمن هذه الفترة. نلاحظ أصبح لدينا للمعادلة ظ 2 س يساوي 3 ظ س 7 حلول، وهي 0 درجة و30 درجة و150 درجة 180 درجة 210 درجة و330 درجة و360 درجة، وجميعها تحقق هذه المعادلة ضمن الفترة من الصفر حتى 360 درجة، وهو المطلوب في هذا التمرين. أيضا تمرين آخر، أوجد جميع قياسات الزوايا المحصورة بين 0 درجة و360 درجة التي تحقق المعادلة المثلثية 3 جتا 2 س زائد 5 جا س يساوي 4. المعادلة 3 جتا 2 س زائد 5 جا س يساوي 4. نلاحظ أن جتا 2 س هي جتا ضعفي الزاوية، وهي تساوي 1 ناقص 2 جا مربع س. بالتعويض 3 ب1 ناقص 2 جا مربع س زائد 5 جا س، 4 في الطرف الثاني تصبح ناقص 4 والكل يساوي الصفر. بفك الأقواس 3 بواحد 3، 3 بناقص 2 جا مربع س ناقص 6 جا مربع س زائد 5 جا س ناقص 4 يساوي الصفر.
3 ناقص 4 اللي هي ناقص 1، وبالتالي تصبح ناقص 6 جا مربع س زائد 5 جا س ناقص 1 يساوي 0. بضرب جميع الحدود بناقص 1 تصبح من الشكل 6 جا مربع س ناقص 5 جا س زائد 1 يساوي 0. نلاحظ أنها أصبحت معادلة من الدرجة الثانية، وبالتالي بحلها عن طريق المميز أو الدلتا. فألف تساوي 6 وب تساوي ناقص 5 وج تساوي 1، وبالتالي دلتا تساوي ب مربع ناقص 4 ألف ج. ب مربع اللي هي ناقص 5 للتربيع ناقص 4 ألف اللي هي 6 بج بواحد. 5 ناقص 5 للتربيع اللي هي 25 ناقص 4 في 6 24. 25 ناقص 24 يساوي 1 وهي أكبر من الصفر أي موجب، وبالتالي للمعادلة حلان. وبالتالي الحل الأول جا س يساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2 ألف ناقص ب ناقص 5 ناقص ب اللي هي 5 ناقص جذر دلتا ناقص جذر الواحد اللي هو 1 على 2 بألف 2 ب6 اللي هي 12، وبالتالي 5 ناقص 1 على 12 اللي هي 4 على 12. 4 على 12 تساوي 1 على 3، والزاوية التي جاها 1 على 3 هي 19.47 درجة، أي أن جا س يساوي جا 19.47 درجة. لحل هذه المعادلة المثلثية جا يساوي جا، الحل الأول أو متتالية الحلول الأولى هي س تساوي 19.47 درجة زائد 360 كاف. لنناقش هذه المتتالية ضمن الفترة بين الصفر و 360 درجة. إذا كانت كاف تساوي صفر فس تساوي 19.47 وهو الحل الأول لهذه المعادلة. أيضا إذا كانت كاف تساوي الواحد ف 360 زائد 19 أكبر من 360 ليس حل. أيضا جا س يساوي جا 19.47 درجة. المتتالية الثانية من الحلول هي س تساوي 180 ناقص 19.47 درجة زائد 360 كاف. 180 ناقص 19.47 يساوي 160.52 درجة زائد 360 كاف. لنناقش أيضا متتالية الحلول ضمن الفترة من الصفر ل 360. نلاحظ إذا كانت كاف تساوي صفر فس تساوي 160.52 درجة. أيضا حل واحد ضمن هذه المتتالية للفترة بين الصفر و 360. أيضا الحل الثاني أن جا س يساوي ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 ألف. جا س يساوي ناقص ب اللي هي 5 زائد جذر دلتا اللي هو 1 على 2 ألف 12. 5 زائد 1 اللي هي 6. 6 على 12 يساوي النص، والزاوية التي جاها 1 على 2 هي 30، وبالتالي جا س يساوي جا 30. أيضا لدينا متتاليتين من الحلول. المتتالية الأولى هي أن س تساوي 30 زائد 360 كاف. س تساوي 30 درجة زائد 360 كاف. نناقش متتالية الحلول ضمن هذه الفترة، وبالتالي إذا كانت كاف تساوي صفر فإن س تساوي 30 درجة ضمن هذه الفترة. أيضا جا س يساوي جا 30. الحل الثاني أن س تساوي 180 ناقص 30. 180 ناقص 30 اللي هي 150 درجة زائد 360 كاف. أيضا نناقش هذه المتتالية ضمن هذه الفترة، وبالتالي إذا كانت كاف تساوي صفر فإن س تساوي 150 درجة. وبالتالي في المتتالية الثانية أيضا لا يوجد سوى حل أنه كاف تساوي صفر فإن س تساوي 150 درجة. وبالتالي أصبحت لدينا قيم س هي 4 حلول: 19.5 درجة و30 درجة و150 درجة و160.5 درجة. 4 حلول ضمن هذه الفترة من الصفر ل 360 للمعادلة المثلثية 3 جتا 2 س زائد 5 جا س يساوي 4، وهو المطلوب في هذا التمرين. أعزائي الطلاب، بهذا التمرين نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. نأمل من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذا الدرس، وإلى درس جديد إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.